السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأرقم فارس من خلف المايك. في هذه الليلة لدينا سهرة مميزة أو مباراة أقل ما يقال عنها أنها خرافية. لم تمضي 9 دقائق إلا وسجل جرين جودوين في الدقيقة 9 الهدف الأول لأستراليا، لكن شاهدة فرنسا أو خلية نحل فرنسا بدأت تشتغل ولم تأبى أن تتوقف إلا بعد أن تسجل هدفين. الهدف الأول سجله أدريان رابيو في الدقيقة 27، ليعود بعد ذلك في الدقيقة 32 مواطنه أوليفي جيرو ويسجل الهدف الثاني. لا زال الضغط متواصل على أستراليا، ولا أعتقد أن فرنسا ستكتفي بتسجيل هدفين، وإنما أنا أتوقع مباراة مجنونة ستسجل فيها فرنسا هدف آخر. لا أدري إذا كانت أستراليا ستقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الهجوم الكاسح، أم أنها ستحاول تسجيل مزيد من الأهداف. نحن نشاهد في المباراة مع بعض وسنوافيكم بأجدد التحديثات. فقط اشترك في القناة وفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أستاد المدينة التعليمية، وبالضبط على الساعة 2 زوالا انطلقت مباراة تونس والدنمارك. مباراة تترقب مباراة الحذر. كل من الفريقين، لا يوجد أي فريق يريد أن يخسر الثلاث نقاط. وقد أسميت هذه هي المباراة في حساباتي على السوشيال ميديا بمباراة الحذر قبل أن تبدأ بالفعل. المنتخب التونسي بدأ المباراة بشكل جيد، وقد تحكم في زمام اللقاء وصنع فرص وأداء أحسن في الربع ساعة الأولى، ولكن حدث هناك جسد لنبض وتباطؤ قليلا من المنتخب التونسي، ما جعل المنتخب الدنماركي يكتسب ثقة أكبر ويلعب بحرية أكبر في النصف ساعة المتبقية في الشوط الأول، ولكن النتيجة انتهت بتعادل سلبي 0 في كل شبكة بالنسبة للشوط الأول طبعا. ولعل أول تهديد للمنتخب التونسي بالتحديد في دقيقة 68 بتسديدة صاروخية ورائعة من خارج منطقة العمليات من القائد إريكسون، ولكن حارس المرمى كان أروع بإخراجها للركنية. ايضا تلك الركنيه كانت فيها لقطه خطيره ولمسه يد، ما جعل الحكم يعود الى الفار، ولكن اعتبر ان الكره كانت اسرع من اللازم وقريبه بشكل كبير، لا تسمح للاعب بان يتفادى لمس الكره بيده، وبالتالي لم يصفر اي خطا ولم يقر بوجود ركله